انا لو اديته معلومه بديها له من خلال دراسه، مش بديها له من خلال رؤيه شفتها في الحلم. اي حد متخرج من هندسه يبقى مهندس، لكن مش كل مهندس بيبقى فنان او معماري شاطر. انا عندي مهندسين موجودين في السوق كتير، بس في واحد كويس، واحد متوسط، واحد شغله على قده. فانت عشان تشتغل صح لازم تبدا مع مهندس وتنتهي مع نفس المهندس، ودي نصيحتي لاي عميل عايز يشتغل. العميل بيشوف المهندس اوقات كانه ساحر، بالعصايه بتاعته هيغير له كل اللي هو عايزه. سرعتي في الموقع سرها الديزاين المدروس، كله بيتابع رسومات. اهلا بيكم في بودكاست شطب صح. النهارده حلقتنا مختلفه لان ضيفتنا مختلفه، لان هي مش بس مهندسه، دي شريكتي في الحياه وشريكتي في النجاح. احنا النهارده هندردش عن المشاكل اللي احنا بتقابلنا في الموقع. اهلا وسهلا مهندسه ريان. والله المشاكل اللي بنقابلها مع العملاء بتبقى كتير وعلى ايدك يعني. بنشوف حاجات كتير. يعني مثلا العملاء بتيجي في اوقات كتير تقولك من اول مشكله مثلا ممكن تقابلهم يقولك ابدا منين، فازاي يبدا صح؟ فانا شايف ان اول حاجه نحطه على الطريق الصح، ونبدا نحط له خطه عشان يعرف هو محتاج ايه بالظبط. طب بعد ما نعرف هو محتاج ايه ونبدا نحطه على اول الطريق. نتكلم عن الميزانيه مثلا. اعتقد ان احنا المفروض نحدد له ميزانيه. ما هو عشان يبدا هيجي يقولك مثلا يا باشمهندس انا عايز اشطب الشقه الفلانيه ومساحتها كذا. بدأنا نعرف الدماغ ونتكلم معاها ونشوف هو مثلا ايه اللي في افكار اللي في دماغه. طيب عشان نعمل الافكار اللي في دماغه دي، هل الميزانيه اللي معايا تستحمل حاجه زي كده؟ والله الميزانيه لو ما كانتش تستحمل، احنا بنشوف امكانيه التشطيب من خلال الميزانيه اللي هو حاططها. لو هو حابب لا يزود، فهنقول له بقى يا اما نعملها مرحله، وبعد ما توفر ميزانيه تانية او تعرف تزود البادجت شويه ممكن نكمل بعد المرحله دي. فممكن نقلب الموضوع مراحل. طب ايه اللي يخليك تأمن للعميل ان الميزانيه اللي انت حددتها له مش هيخرج بره؟ اللي بنحب نعمل المقايسه دي فيها كل البنود اللي هتتشطب فيها الفيلا والشقه. فطبعا المقايسه دي بتوضح للعميل التكلفه بنسبه تقريبيه، يعني ممكن تبقى زياده 10-15%، لكن بتحدد له كل حاجه هتتكلف كام. ممكن يجي يقول لي انا مش قادر الميزانيه دي نزلها لي شويه، فبنبدا ننزل في التكلفه شويه، بس مش بنوفر في الاساسيات. احنا بنوفر مثلا بدل ما يبقى البند محطوط رخام نخليه بورسلين، بدل ما يبقى تجاليد خشب بنسبه كبيره نقلل شويه في التجاليد. بندرس معاه الميزانيه، ومن خلال البادجت اللي هو حاطه بنبدا نحط تكلفه الديزاين بتاعنا. فاحنا ما بنحسبلوش الميزانيه غير لما نشوف رؤيته ونعمل ديزاين. على اساس الخطوتين دول بنبدا نحدد له ميزانيه يشتغل عليها. الميزانيه دي ما بتخرمش واحنا في وسط الشغل، بالعكس احنا من اول ما نخلص ديزاين نقول له الديزاين ده هيتكلف كذا، فبنديهم من الاول خالص الرؤيه بتاعتنا رايحه فين. ما انا دايما بحب اوضح الامور للعميل. طبعا احنا اتكلمنا عن نقطه الميزانيه، ويحط التكلفه بتاعه التصميم من ضمن الميزانيه اللي هو محددها. طب احنا عشان نحدد الميزانيه لازم نعرف احتياجات العميل ايه الاول. عشان كده لازم العميل يحدد احتياجاته اللي عايز يشتغل عليها. طب انا دلوقتي انا ده عامل تشيك ليست للعميل بيجي يختارها. انا عايز كام اوضه في المكان، عايز كام حمام، كل اوضه عندك كام ابن وكام بنت. انا بقعد مع افراد الاسره بتعامل معاهم كل واحد لوحده، انت عايز ايه وطلباتك ايه، عشان كل الكلام ده يترجم للتشطيب اللي انا هعمله في الفيلا بتاعته او الشقه بتاعته. طب الاحتياجات دي كلها انا بساعد العميل فيها ان اوصل لنقطه خلاص ده التشيك ليست بتاعتك، ده اللي احنا هنتعامل عليه، على اساسه هنعمل الديزاين. فمرحله بتاعت الديزاين ما بتبداش غير لما اقعد مع العميل وافهمه انت احتياجاتك ايه بالظبط، ويوافق على الاحتياجات دي ونتفق عليها عشان ابدا اعمل التصميم صح، وما يرجعش تاني يقول لي لا احنا هنعدل تاني في التصميم عشان انا عايز اعدل في احتياجاتي، عشان انا اكتشفت ان انا عندي حاجه ناقصه. فكل الكلام ده بيبقى رايح جاي مع العميل، وده طبيعي على فكره، ان العميل دايما ساعات بيبقى فاكر ان هو عارف احتياجاته كامله. اول ما نخش في الديزاين نخش في الشغل بيبدا تظهر احتياجات تانية خالص هو ما كانش واخد باله منها، ودي مهمتنا على فكره، مش مهمه عميل لوحده. فانا بساعد العميل ان هو يفهم احتياجاته، مش يشرح لاحتياجاته. اهم حاجه ان يفهم الاحتياج
قبل ما تعرف انت عايز ايه بالظبط. طالما انت فهمت وانا شرحت لك، انا الديزاين هيطلع في اسرع وقت وهيبقى مناسب جدا اللي انت عايزه. فكده دي نقطة الاحتياج. تمام، حلو قوي. بس في اوقات ما بيجيلكش عميل، واحنا بنشوف الكلام ده مع بعض، يجيب لك صور من بنترست ربنا يخليه لنا او يجيب لك حاجات ملهاش اي علاقة بالواقع بتاع البيت بتاعه ويبقى عايزك تنفذها له. انا ساعات بيجي لي عميل جايب الديزاين بتاع الفيلا بتاعته، اقول له انا عايز اعمل زي دي من فيلا تانية خالص. المكان نفسه ما ينفعش. ما هو اللي هو بيعمله ده اسمه مود بورد بالنسبه لي. ما هو مود بورد بس مش لايق عندي. ما هو انا بقعد مع العميل، انا دايما بتعامل مع العميل بطريقه سهله وواضحه، وببقى سهل جدا وببقى هادي جدا في التعامل. انا مش بفرض عليه حاجه، انا بفهمه. انا دايما بحب العميل اللي بيفهم. دايما احنا عندنا مقوله الفاهم بيريح. انا عايز افهم العميل، فهو بيجيب لي المود بورد بتاعه، بقول له ده يمشي وده ما يمشيش، وطالما جالي يبقى هو عايز مني رأي استشاري، فهو لازم يمشي ورا كلامي، لان انا كلامي بناء على الخبره والتعامل. فانا لو اديته معلومه بديها له من خلال دراسه، مش بديها له من خلال رؤيه شفتها في الحلم. فانا دلوقتي لما اجي العميل بقول له انت عندك نقطه عايز اوضحها لك في اللي انت جايبه. انت جايب لي شويه صور مش نسبتها مختلفه، عندك هتبقى مختلفه، عندك مش ماشيه مع الاحتياجات بتاعتك. فما بقولوش لا وخلاص، انا بقول له لا واشرح له لا ليه. بس انا شايف ان انا بحب افهم العملاء، دايما بحب اقعد مع العميل عشان يفهم. بحب جدا العميل اللي خارج من عندي فاهم، مش خارج من عندي خلاص قال لك مسلم امر لله وخلاص. انا فاهمه طبعا. بس في حاجات تانية برضو في الميزانيه ممكن نتكلم عنها. طريقه الدفع، في ناس كتير مش فاهمه ان في كذا طريقه للدفع احنا بنتعامل بيها. والله انت جيتي في اكتر نقطه بتتعبنا في الشغل. ما هي البدايه، عشان بعد كده كله بيمشي كويس بعد كده. انا تعبت من التفكير في الرد على السؤال. ف يعني انا شايف ان انا لو مش عارف، انا شايف ان انا مفيش اجابه محدده للكلام ده، بس في اقتراحات. انا بقعد مع العميل بفهم زي ما قلت لك. اول حاجه هو عايز يحدد ميزانيه قد ايه، ونشوف طريقه التشغيل بتاعته تبقى عامله ازاي، نتفق على طريقه انا وهو. لان دايما كل عميل له ظروف، ودايما انا بحب ما اضغطش على العملاء اللي بتجيلي بميزانيه قليله. مثلا اقول له لا مش عارف اشتغل معاك، لا بديله حلول، بقول له ينفع تشتغل باي طريقه. يعني انا دلوقتي هديكي مثل سريع عشان العميل يفهم احنا لما نقعد معاه بنفكر ازاي. ودي نقطه مهمه جدا احب اشرحها للعميل. انا لو جالي عميل وقال لي انا عايز اتعامل معاك بنظام الكوست بلس، وده اشهر نظام احنا بنشتغل بيه. طيب الكوست بلس ده ليه مميزات وليه عيوب. ده اللي هو نظام النسبه. نظام النسبه، انا دلوقتي بشوف التكلفه تكلف كام لليونت او الوحده اللي هنشطبها، ونحط عليها نسبه اتعاب اشراف. ممكن الفكره دي تكون مناسبه مع ناس ما تكونش مناسبه مع اي عميل تاني. طبعا ليها شرح هنشرحه بعدين. طريقه تانية بنتكلم فيها اللي هي نظام الباكج. انا عايز اشطب كله بنظام بالاتعاب بكل حاجه بنظام واحد او برقم معين. هو بيحب يحجز السعر عشان ما يزيدش عليه. اما نظام الكوست بلس السعر لما بيزيد عليه، لكن في النظام الباكج بيحجز سعر والمسؤوليه بتبقى على المهندس. او نظام تاني، نظام التقسيط الغير مباشر. ايه التقسيط الغير مباشر ده؟ ان العميل بيجي لي يقول لي بص انا مش هقدر ادفع مره واحده، فبنقسم له الشغل مراحل. وعلى فكره انا بستريح في التعامل بالطريقه دي، لان انا بلاقي الحمل قليل على العميل، في نفس الوقت بعرف اركز في مراحل. هي مشكلتنا دايما في ازمه ثقه. اول ما بتتحل العميل بيبقى مستريح لنا، واحنا بنبقى معاملتنا سهله معاه. فيبقى العميل لما بيطلب اي حاجه بينفذها وبيتعامل بطريقه سهله من غير بقى اي اجراءات تبقى بتعطل الموضوع. فانا شايف ان نظام المراحل ده يضمن العميل حقه، بيخليه مرن في التعامل وفي الدفع، بيعرف يظبط ميزانيته، خلص المرحله الاولانيه في وقت كويس، عارف يقدر يكمل في اللي بعديها، يكمل ما فيش مشكله، عايز ياجلها ياجل. فدي كذا. انا عندي عملاء كتير قوي بيختاروا نظام المراحل. وفي عميل تاني ده غريب جدا يقول لي انا عايز اعمل بند. طبعا الموضوع ده كان صعب جدا جدا جدا، لان انا ادخل واحد يعمل سباكه بس،
واحد يعمل كهرباء بس، واحد يعمل محاره بس. فطبعا بند ده من المواضيع اللي بتبقى لو حد قالك تنفع ده بيضحك عليك. دي لازم الموضوع ده لازم يبقى مرحله التاسيس مثلا شامله السباكه والكهرباء والتكييفات والمباني والمحاره. فدي كلها بند. ده بند. طب ده بند ده اول مرحله. فاول مرحله دي لازم تبقى باكج على بعض. ما ينفعش اعملها لك لو حد قال لك اعمل لك سباكه لوحدها وكهرباء لوحدها، ده عايز ياخد منك فلوس بس. لا، لكن هو الصح تخلص بند كسباكه وكهرباء والتكييفات والمحاره مع المرحله الاولى للتاسيس. انا شايف النظام ده بيبقى مفيد جدا للعميل، عشان اول حاجه بيخليه يدفع بطريقه سلسه في التعامل، بيضمن حقه، بيجرب فيها المهندس. وبصراحه انا بشتغل بيها كتير يعني. طب ترتيب الشغل بعد كده، يعني ينفع مثلا ان انت تبدأ في اي بند ولا لازم البنود كلها تبقى مترتبة؟ احنا لما نيجي نأسس بيبقى عارفين مراحل الشغل عاملة ازاي. يعني مراحل التكسير والرف ورك والمباني والاعمال الاعتيادية دي كلها بتبقى في الاول خالص. يعني ما ينفعش اشتغل سباكة وكهرباء وبعد كده الاقي في شغل رف ورك وتكسير وشغل خرسانات. انا دلوقتي ما ينفعش يعني اشتغل مرحلة قبل مرحلة. لازم ارتب شغلي واعرف انا شغلي هيبدأ ازاي وينتهي ازاي. يعني لازم ابدأ بند قبل بند حسب ترتيب الشغل اللي انا شايفه صح. يعني في ناس، اديك مثل، في ناس بتدهن البيت قبل السيراميك والبورسلين، لكن في ناس بتدهن بعد البورسلين والسيراميك. مين صح؟ ما هو الاثنين هيطلعوا نتيجة، بس في شغل نظيف وفي شغل بيبان فيه الفينش مش نظيف. فانا طريقتي ان انا اتعامل بطريقه ان انا اخلي الفينش بتاعي كويس ونضيف. فاي طريقه تطلع بيها الفينش كويس اشتغل بيها، بس ترتب شغلك. وانا من خبرتنا احنا بنشتغل البنود بترتيبها اللي احنا شايفينه في شغلنا عشان يطلع الفينش عالي. عشان كده الناس بتميز شغلنا عن الباقي. ايه اللي يميز شغل المهندس ده عن المهندس ده؟ الفينش. ما هو الاثنين مهندسين، بس في مهندس الفينش بتاعه عالي، في مهندس الفينش بتاعه عادي، مش هقول لك عادي. فده الفرق ما بين تظبيط الشغل وبين هرجلة الشغل. عارف ايه اكتر حاجة برضو من الحاجات المهمة في الشغل مع العميل والحاجات اللي ممكن تعمل مشكلة؟ اختيار الخامات مثلا. كتير قوي العميل بيجي مثلا يبص على التصميم ويجي عشان يشتري الخامات، ابص الاقيه طبعا ممكن بسبب ظروف اقتصادية، ممكن بسبب حاجات مادية عنده او يحاول ان هو يجيب اقل من الموجود، حتى او يقولك هجيبها بالشكل مثلا. فالموضوع ده يعني اكيد هيعمل مشاكل، وهما ما بيبقوش عارفين ان هو داخلين على مشاكل. ما هو المرحلة بتاعت الديزاين طبعا بنحل فيها 60-70% من مشاكل الماتيريالز واختيار الالوان، لان انا بعمل تشيك ليست اصلا مع العميل اول ما بيجي، فبفهم هو عايز يروح فين. وبنحدد حسب الميزانيه بتاعته والبادجت اللي هو حاططها للتشطيب، بنحدد الماتيريالز اللي احنا هنشتغل بيها. ساعات بحب اوضح للعميل طريقه الخامات اللي بيشتغل بيها ومميزاتها ايه وتكلفتها ايه في الاول، عشان يبقى القرار واضح قدامه بنسبه 100%. وانا بحب انقل للعميل خبرتي في النقطه دي عشان برضو يستفيد منها، وفي نفس الوقت يبقى القرار مدروس. ففي بعض الخامات بتبقى فعلا غاليه، بس بدلها بيبقى تكلفته ابسط بس بنفس الشكل. فانا انا بوجه للعميل ليها طالما انا شايفها مناسبه لينا. بس العميل لو هو اختار العينه دي او الخامه دي وهي مش مناسبه، انا بقول له لا مش مناسبه، يا اما نوفر بديل تاني او نغير الديزاين. بس اهم حاجه يبقى مش حاجه تكلفتها بسيطه وخلاص. الشكل يهمنا، الصوره النهائيه تهمنا، في نفس الوقت انا يهمني ان العميل ما يجيش يقول لي في الاخر انت ما قلتليش ليه. انا بحب اقول للعميل قبل ما نبدا في اي خطوه وجهه نظري وخبرتي ايه في النقطه دي، اكيد هيستفيد. طيب انا بشوف مثلا اوقات حد من العملاء يجي يقول لك انا مخزن سيراميك عندي وجايب عده للكهرباء وعده للسباكه وكلها عندي، انت مش محتاج تجيب لي حاجه. انت ليه بتفكريني بعملاء مش عايز افتكرهم؟ ده حقيقي. انا بتحصل كتير ويقول لك خلاص انا مش هرمي الحاجات دي، انا صارف فيها وعايزك تشغلها لي، هتعمل ايه؟ لا، في الحاجات اللي زي كده بتبقى ليها كذا طريقه للتعامل. اول حاجه
لو في عميل قال انا عندي مخزون من السيراميك او اي خامات هو عنده هيديهاني ويقول لي ده ما كان موجود عندي، احنا بناخد الخامه دي او ناخد اليونس اللي هو اداها دي ونشوف الحاجات دي وضعها ونكشف عليها. طبعا الموضوع ده بيبقى بالنسبه لنا مرهق جدا، ان مش معتمده بالنسبه لنا، ان انا بجيب الحاجه من ناس معتمده ولو في حاجه برجعها. اما في حاجه زي كده لو جيت ارجعها العميل يقول انت اللي بوظتها، فطبعا بتحصل مشاكل. فمن الاول خالص ومن خبرتي في التعامل في الحاجات دي انا برفضها، لان انا ما عنديش استعداد اتعامل مع حاجه مش معتمده وفي الاخر الموضوع في وشي انا. طب انت ما بتحاولش تشوف الحاجه دي ممكن تمشي او ما تمشيش؟ حاولت، ما انا من خبرتي في التعامل في الحاجات دي حصلت لنا مشاكل كتير، وفي نفس الوقت التعامل معاها مش سهل، وانا بحب اضمن شغلي. انا اهم حاجه ادي للعميل زي ما انت شايفه في الشغل بتاعنا، بدي العميل ضمان للشغل بتاعنا. بس انا بختلف معاك بقى في النقطه دي في حاجه. يعني مثلا في حاجات كلامك فيها يمشي، في حاجات انا بشوف ان ممكن نظبطها. يعني مثلا لو جايب خامه كويسه في الرخام او السيراميك، ما احنا ممكن نظبط الامور فيها. لكن لو كهرباء او سلوك او حاجات كده، اعتقد دي اللي صعب فعلا ان احنا نشتغل بيه. والله احنا في شغلنا ما حبيتش اميز بند عن بند، فخليته زي نظام ماشي كده في شغلنا. اما انت لازم تبقى سلس شويه. ما هو السلاسه بتجيب مشاكل، واحنا بنتكلم عن مشاكل احنا سلاسه وانا بحب مين السلاسه؟ عميل والمهندس والمقاول. ده المثلث اللي احنا بنتكلم عليه. بس ايه الفكره كلها؟ ان احنا بنتكلم في نقطه ان العميل تدخل دلوقتي في المثلث اللي احنا اتكلمنا فيه بطريقه مش صح. العميل تدخل في دور المهندس. ايوه بس مش في كل حاجه. ما هو دور المهندس ان هو يوفر كل حاجه للموقع، تبقاش ديكتاتور برضو يعني. مفيش مشكله انه يساعد، بس يساعد بطريقه صح. ايه الطريقه الصح اللي يساعد بيها؟ يقول لي انا عندي مورد كويس معتمد، انا اتعامل مع المورد ده عادي، لكن ما يجيبيش حاجه متخزنه عنده، ما يجيبيش حاجه هو شاريها، هو دي مسؤوليته هو وهين المسؤوليه عليا انا. فانا شايف دي مشكله على فكره، انا شايفها من اكبر المشاكل اللي ممكن تواجه اي موقع. ما ممكن المهندس يستسهل ويقول له هات لي انت الحاجه، ما هو كده بيستسهل. ده بالعكس، ده انا اللي اجيب الحاجه عشان تبقى مسؤوليتي انا اللي اشيل المسؤوليه. لكن دلوقتي لو العميل جاب الحاجه والمهندس اشتغل وطلعت مش صح، هيقول للعميل انت المشكله، انت المسؤول مش عندي. لكن انا ما بتهربش من المشكله، انا وظيفتي ان انا ابقى مسؤول عن كل حاجه في شغل التشطيب. وعلى فكره اي عميل هيشتغي يشطب فيلا او شقه مش هيصرف رقم قليل، ده هيصرف ميزانيه وممكن تكون تحويشه عمره. فانا لازم اخاف على العميل اللي داخل بتحويشه عمره يصرفها في شقه احلامه ولا فيلا بتاعت العمر بتاعته. فانا ما اقدرش ان انا يعني اخون الامانه دي، بالنسبه لي انا امانه. فانا يا اشتغلها صح يا ما اشتغلهاش.